شرف البحراوي الفائز بالجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة. إذن مقدم الذي تدرج كل الفئات العمرية من الشباب من الشبان والفتيان إلى فئة الكبار. إذن التمهيدة إذن تصلكم التصفيقات الحارة وأيضا المشجعة لهذا البطل شرف البحراوي، مقدم صربة شرف البحراوي عن جهة مراكش آسفي الذي يتنافس وهو الآن في المرتبة الأولى بفرق 4 نقاط عن صربة عبد الغني بن خدة. دائما تتعالى التصفيقات هنا وهناك لتشجيع هذه الصربة التي تطمح إلى معانقة الميدالية الذهبية هنا بمدينة الجديدة. يتعامل الآن شرف البحراوي مع هذه الطلقة الأولى. شرف البحراوي الذي يمثل جهة مراكش آسفي هو ولد أسفي وعنده مجموعة من الركاكبية ديال 3 سيدي بوقدرة اللي حاضرين معاه، وأيضا عنده علاقات وطيدة بالكل المقدمية. عمر خير شد قهر الله طلقة موفق لصربة شرف البحراوي اللي كيقولوا بأنه هو ملي كيطلق البارود كيدرع هو كيدرع وكيجري وكيدير اللعب ديال عبده، وهو معاه ما كيخافش من البارود. الرجاله اللي معاه تبارك الله عليهم، وراه ديما القرصه ديال شرف البحراوي هي اللي كتصرف تم رائحه البارود بكثره. فهو تبارك الله اللي شرف البحراوي اللي لاحظوا من خلال الاعاده والعرض البطيء هذه الصوره الجميله اللي صربت شرف البحراوي كما قال المقدم الجلالي، فكل مواصفات ديال النجاح حاضره عند هذا. وتستعد صربة شرف البحراوي. وبعد عمر بلاتكايا عالي الخيل عارع الخيل كهل عبد عمر خيل شد كهل حفظ الله طلقات البارود الاولى والثانيه كنلقاو انه كتلقاو واحد التجاوب كبير من طرف الجمهور. غادي يؤكد المرتبه شرف بحراوي نقولوا مبروك عليك، ما نقولوش مبروك، مازال باقا له القرصه الثالثه وتبارك الله عليه على الرجاله اللي معاه ولا عودوا ما شاء الله. عنده عود من الخيول اللي كاين هنايا في معرض الجديده، والحمد لله مفرجنا ويتساهل يكون بطل. الأمنية ديالو أنه ما عمره ما طلع معانقة الذهب. الأمنية ديالته اليوم في الجديدة أنه يكون فائز. وهو يمكن أقرب جمهور راه ما كيبغيش يتفرج في الخيال كتجري ولا يسمع القرصة كيف ما كانت. الجمهور كيجي تيبغي يدير قرصات في ودنيه، تيبغي يتمتع. كاين القرصه اللي كتبقى لك في ودنك مده عام وما تخرج الا كانت شي قرصه مليحه. عارع الخيل كهل. اذا نتابع صربة مقدم شرف البحراوي الطلقه الثالثه. شد كهل حفظ الله مبروك عليه. بدون تعليق. نعم صاحب السمو الملكي ولي العهد الامير الجليل مولاي الحسن الذي يترأس هذه التظاهرة الوطنية والتي تقام تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس تؤكد التفوق الكبير لصربة شرف البحراوي عن جهة مراكش آسفي.
نجح وتفوق في طلقات البارود 3 وأعطى أفضل أداء له في هذه البطولة الخاصة بالجائزة الكبرى. إذن شرف البحراوي نقولوا مبروك نسبة كبيرة. نعم مبروك لشرف البحراوي. لاحظنا كيف تفاعل الجمهور الحاضر مع إنجاز وطلقات البارود من المستوى العالي جدا للمقدم شرف البحراوي، والأكيد سيكون أسعد واحد هذا اليوم، فهو متشوق، نعم متشوق لمعانقة اللقب لأول مرة في تاريخ هذا البطل الذي بدأ كموهبة شابة بدار السلام، وهو الآن في أوج تألقه هنا في الدورة السابعة بمدينة الجديدة. تتسلم من يد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن الجائزة الكبرى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لأتبرد في دورتها السابعة.